السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أكلمكم في حاجة مهمة جدًا يا جماعة. لازم الناس تعرف إن الطب عبارة عن 4 حاجات، 4 حاجات. الطب عبارة عن 4 حاجات. إيه؟ أول حاجة history. يعني إيه history؟ يعني أقعد مع العيان أقول له بتشتكي من إيه؟ يقول لي كذا، طب من إمتى؟ مش عارف إيه، الكلمتين اللي هم بتاع أنا تعبان، عندي كحة، عندي برد بقى لي 3 أيام، مش عارف إيه. لازم نتكلم شوية. رقم 2 الفحص. الفحص إن أنا أقوم أبُص على العيان، أكشف عليه، أسمعه بالسماعة، أبُص على زوره، مش عارف إيه، الكلام ده كله. رقم 3 ودي مش شرط تكون موجودة على حسب الحالة، اللي هو الفحوصات. ممكن أطلب تحاليل، ممكن أطلب أشعاعات، هكذا. في الآخر أوصل للتشخيص ويبقى آخر حاجة هي إيه؟ العلاج. تمام؟ طيب لو إحنا قصّرنا في أي بند من البنود دي، بالتالي التشخيص هيبقى غلط، بالتالي العلاج هيبقى غلط، بالتالي الحالة مش هتتحسن ويمكن تتدهور. طيب أنا ليه باقول الكلام ده دلوقتي؟ باقول الكلام ده عشان في حالة جات لي كانت شكوتها سخونية ومغص وترجيع. طبعًا الموضوع كده في ظاهره نزلة معوية. يعني لو سألت أي واحد معدّي أنا بارجّع وعندي مغص ويمكن يكون في إسهال مثلًا، نزلة معوية صح؟ لو خدت البند الأولاني بتاع الhistory إن أنا سمعت الكلام بس، أو حد بيكلمني في التليفون، أو حد باعت لي رسالة بيقول لي يا دكتور ابني عنده سخونية وبيرجّع، أقول لها خُدي يا ماما دوا الترجيع. كده إحنا عملنا إيه؟ إحنا قصّرنا في التشخيص. أنا ليه باحكي؟ لإن طلعت الحالة حاجة تانية خالص. لمّا قُمت بقى عملت البند التاني اللي هو الفحص، وكشفت على الطفل وبصّيت في زوره، لقيت زوره واللوز مليانة صديد، والصديد ده هو اللي بينزل في معدته ومهيّجها ومخلّيه عمّال يرجّع وهو اللي مسخّنه. تمام؟ فطلع إن الحالة مش نزلة معوية، لأ ده طلع التهاب حاد باللوز. تمام؟ فعايز أقول إن الناس اللي بتبعت تسأل يا دكتور ابني عنده كذا وكذا وكذا أدّي له إيه؟ ما حدش يا جماعة يعمل كده، أنت بتقصّر في حق ابنك. وأنا لو جاوبتك على كلامك يبقى أنا مشترك معاك في الجريمة. ما ينفعش نشخّص بناءً على الكلام، بناءً على وصف الأم أو وصف اللي بيشتكي، إنه يقول أصل أنا عندي كحة وترجيع، آخد إيه؟ ما أنا ما شخّصتش، أنا ما أعرفش. اللي حضرتك بتقوله دي شكوى، مجرد أعراض لكن مش تشخيص. يعني أنا عندي كحة ما أعرفش إيه المرض، إيه التشخيص، إيه السبب بتاع الكحة ما أعرفش، فبالتالي مش هاعرف أعالجك صح. في ناس بتسألني الواحد بيبقى مكسوف يقول لهم يا جماعة، هم بيبقى فاكر إن أنت مش عايز تساعده. ممكن تبعت تقول لي دكتور ابني بيكح وعنده رشح وسخونية، تطلع في الآخر إيه بقى؟ لو أنا خدت على كلام اللي هو في رسالة أو في حاجة، دول برد عادي صح؟ لأ طلعت التهاب رئوي وهتتحجز وربنا يا رب يشفي لها ابنها يا رب. فما ينفعش يا جماعة إن إحنا نشخّص بناءً على كلمتين في رسالة على الواتس أو كلمتين في رسالة على الفيسبوك أو الكلام اللي إحنا بنعمله ده. الطب عبارة عن history، أفحص، احتمال أحتاج أشعات وتحاليل، أشخّص وأعالج. لكن آخُد بس بالكلمتين اللي الأم بتقولهم، أو تحليل، ألاقي واحدة باعتة لي تحليل تقول لي فيه إيه، أعالجه إزاي؟ أنا ما باعالجش تحليل، إحنا بنعالج الطفل اللي تعبان، ما ينفعش أعالج التحليل. لو أنا عالجت التحليل لوحده يبقى برضه أنا شخّصت غلط وعالجت غلط. فما ينفعش في حاجة اسمها أسمع كلمتين من الأم وأعالجهم، أو أشوف تحليل لوحده. لازم الطفل يتفحص، الفحص بيطلع لي حاجات تانية خالص ما كانتش تتوقع. تمام؟ أو يأكد لي إن أنا شاكك فيه، ما ممكن تطلع نازلة معوية عادي، مفيش مشكلة، بس ما يبقاش أنا اتغفلت في تشخيص غلط. تمام؟ يا ريت الكلمتين دول الناس تستوعبهم كويس. شكرًا.